لازم يبقى عندك أولويات. الصلاة رقم واحد دي العمود، يعني ما تتهاونش فيها مهما كنت مشغول. لو انت في شغل تقدر تصلي، في المكتب تقدر تصلي، في الورشة تقدر تصلي، في أي مكان ممكن تاخد ركن وتصلي فيه، ومش لازم تطول في الصلاة. أهم حاجة بس إنك تحافظ على الفرض في وقته. يبقى رقم واحد الصلاة دي من الأولويات. رقم اتنين الذكر وانت في الطريق، وانت بتشتغل حتى وإيدك شغالة قول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رقم ثلاثة القرآن، تقرأ صفحة بعد الفجر أو صفحة قبل النوم، أو تقرأ حتى وانت في المواصلات. ربنا سبحانه وتعالى قال فاقرأوا ما تيسر منه، مش لازم أجزاء كبيرة، اقرأ اللي تقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.